السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا على خير. فيديو اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم الطبق ديال المشاوي، يعني كفته وقطبان بتتبيله اللي رائعه، كيجيو لذاذ بزاف وفتين. فكنتمنى ان شاء الله الاقتراح اليوم ينال اعجابكم. اذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه فما تنساوش تخليوا لي اعجاب او تضغطوا على زر الاعجاب وتخليوا لي اشتراك، وندوز معكم الطريقه والمقادير. بالنسبه للمكونات، فاول حاجه غنبدا بها هي المرافقات اللي غادي نقدم مع المشويات ديالنا. فانا هنا غادي نقدم لاصوص طوماط. اول حاجه كناخذ مقله كنوضع فيها شويه ديال الزيت، ممكن ديروا الزيت بلديه وزيت عاديه يعني يتخلطوا بيناتهم. كناخذوا هنا تقريبا عندي 3 ديال الطماطم اللي مقطعين بهذا الشكل هكذا. غادي نضيف معاهم 2 حبات من الفلفل. هنا مستخدمه فلفل اخضر فلفل احمر مشويين. من بعد ما شويتهم كناخذهم كنقطعهم وكنوضعهم بهذا الشكل هكذا كيف كتشوفوا معايا. غادي ناخذ 2 ديال الفصوص ديال الثوم اللي محكوكين بهذا الشكل هكذا، وغادي نضيف حتى معلقه كبيره من قزبر ومعدنوس. بالنسبه للتوابل فانا غادي نضيف نصف معلقه صغيره من الكمون. غادي نضيف الفلفل الاحمر تقريبا واحد المعلقه صغيره عامره. غادي نضيف ربع معلقه من الابزار. انا بالنسبه لي هنا الكميه اللي مستخدمه راها كميه اللي صغيره، ممكن نتوما تضاعفوا المقادير. غندير الملح اللي كيبقى على حسب الذوق. زدت شويه من الزبيته اللي هي بلديه، ونوضع كلشي على النار. غنخليها من عافيه مهيله حتى كتطلق ديك الطماطم ديالنا الماء ديالها وكطيب غير على عافيه مهيله حتى كتولي يعني بهذا الشكل هكذا. غادي نبقى نستمر بالتحريك حتى كطيب لينا، وغادي ندوز دابا باش نصيبوا مع بعض القطبان. بالنسبه لي هنا غادي ناخذ اللحم اللي غادي خصني نخدم به هو اللحم ديال الفخذ. كنقطعوا قطع اللي هي صغيره بهذا الشكل هكذا. غادي ناخذ معاها واحد البصله اللي هي صغيره اولا نصف بصله. هنا غادي نوضع 2 معالق كبار يكونوا عامرين من القزبر والمعدنوس. غنستخدم هنا تقريبا معلقه كبيره من الفلفل الاحمر، نصف ملعقه صغيره من الكمون. كنقويش من الكمون باش ما يمررش لينا. واحد تقريبا 4 معلقه من الابزار، 4 معلقه من سكينجبير. غنوضع واحد المعلقه صغيره من الخل اولا من الحامض على حسب اللي متوفر عندكم. الملح كيبقى على حسب الذوق، غير هو ضروري كيف كنعرفوا خاصو يكون مالح باش يكون المذاق ديالو زوين. نصف معلقه من القزبر يابس، كيعطي حتى هو مذاق زوين. ومهم كنخلط هاد المكونات كاملين بهذا الشكل هكذا. وغادي نقوم باضافه حصه ديال الزيت. نسيت ما بينتوش، ولكن انا من بعد عاودي ندير معكم. انا درت تقريبا واحد 3 حتى 4 معالق ديال الزيت. ممكن تضيفوا حتى واحد شويه من هذا الكركم. صافي وكتخلطوا المكونات كاملين وكتخليو هاد القطبات ديالكم يرتاحوا. كل ما ارتاحوا كل ما كيطلقوا البنه اللي هي يعني زوينه. فصافي هنا غادي نخليهم حتى غير يرتاحوا. عاد ديك الساعه غادي نديرهم كيف شفتوا معايا، يا اما كديروهم في هذوك القطبان ديال العاديين اللي مولفين كنخدموا بهم، اولا هذوك ديال العود اللي متوفر عندكم اولا اللي بغيتو. فصافي هنا انا غادي نحاول نوضعهم بهذا الشكل هكذا، يعني الشكل المغربي العادي اللي مولفين كنديروه دائما. وغادي نخليهم جانبا وندوزو باش نوجدوا الكفته ديالنا. بالنسبه للكفته فكتاخذوا واحد الكميه من الكفته. انا تقريبا هنا عندي تقريبا واحد 500 ولا 600 غرام ديال الكفته. غادي ناخذ معاها بصله صغيره مقطعه طريفات الصغار كيف كتشوفوا، صغار بزاف يعني قطعوهم صغارين مزيان. صافي غادي نوضعهم بهذا الشكل هكذا. غادي نوضع تقريبا 3 المعالق كبار عامرين من القزبر ومعدنوس. غادي نبدا باضافه ديال التوابل اللي غادي نحتاج فيهم معلقه كبيره من الفلفل الاحمر. انا هنا غندير 2 صغار، مهم ديروا وحده اللي تكون كبيره. غادي نوضع الكمون، البزار تقريبا واحد نص معلقه، ما عمرش بزاف من البزار، ما نقويوش بزاف باش ما يجيناش حار. بالنسبه للقطبان قبيله ممكن ديروا حتى شويه ديال الفلفل الاحمر اللي كيكون حار حتى ممكن تضيفوه. هنا وضفت 4 معلقه من السكينجبير، نصف معلقه من الكمون، 4 معلقه من الخرقوم، ونصف معلقه من القزبر يابس. الملح اللي كيبقى على حسب الذوق، وبيان سور غير خصنا نديروا الملح باش هاد المكونات اولا هاد المشويه ديالنا كيجيو لذاذ. هنا غادي نضيف شويه ديال الزويته، ضفت شويه ديال الزيت بلديه وشويه ديال الزيت الروميه، وغادي نخلط مزيان بيديا حتى كيتجانس كلشي وكيتخلط كلشي المكونات مع بعضيتهم، يعني ما تبقاش بلاصه فيها شي حاجه وشي بلاصه ما فيهاش. كنبدا كنحاول ندير هكا كويرات على حسب الحجم اللي بغيتو، واش كبار او صغار ولا متوسطين. انا كنوضعهم هكذا بهذا الشكل هكذا.
كي يجيو متوسطين صافي، وكنحاول نكمل بنفس الطريقه حتى كنكمل الكويرات ديال الكفته ديالنا كاملين. هادو هما المكونات ديالنا، غنخليهم جانبا وغادي نشوفوا معايا الطريقه ديال التقديم. يعني التقديم كيبقى اختياري على حسب نتوما شنو بغيتوا وعلى حسب شنو متوفر عندكم. المهم انا هذا الشيء اللي غادي نقدم به، يعني غير لوليداتي وصافي. كناخذ هنا شويه ديال الخس من بعد ما كنغسلو اكيد مع الملحه والخل ونمسحو مزيان، خاصو يتمسح. كنوضعوا بهذا الشكل هكذا. هنا غادي نحتاج للتزيين حتى شويه ديال البصله. المهم داكشي اللي متوفر عندكم كتحاولوا ديروه صافي. المهم كتحاولوا تدخلوا شويه ديال الخضره باش ماشي غناكلوا غير اللحم بوحدو، ضروري اننا ندخلوا الخضر. هنا الطماطم ديالنا من بعد ما طابت في هذا هو الشكل ديالها. هنا القضبان ديالنا غادي نخليهم فوق عافيه مع مهيله اولا فوق الجمر حتى فوق الفخر حتى كيطيبوا. المهم هذه ماشي ماشي الخدمه ديالي، يعني ما نقدرش نعطيكم فيها شي حاجه. فصافي هنايا غنوريكم التقديم. يعني كندير هكا البيصلات هكا، غندير فيهم شويه ديال ديك لاصوص طوماط ديالنا. ممكن ديروا زعلوك، ممكن ديروا بطاطا مسلوقه، ممكن ديروا اي حاجه بغيتوها. هنا من بعد ما طابوا لينا القضبان ديالنا وضعت هنا حتى شويه ديال الباربه. كيف ما قلنا التقديم كيبقى اختياري على حسب شنو عندكم وشنو بغيتوا تقدموا. المهم انا كنشارك معكم فقط طريقتي وصافي. هنا الكفته من بعد ما طابت حتى هي كنوضعها، درت شويه ديال الطماطم، شويه ديال البصله، شويه ديال الخيار، شويه ديال الفلفله حاره كيف ما شفتوا حتى هي راه شويه وصافي. كنقدم بهذه الطريقه هذه. كنتمنى ان شاء الله الاقتراح اليومي يكون نال اعجابكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.